السلام عليكم ومرحبا بكم مع فيديو وصفة جديدة. اليوم بإذن الله غنقترح عليكم وصفة سهلة مهلة كتوجد بسرعة بدون توابع، لقمة القاضي أو الزلابية بطريقة سهلة وجد مبسطة، والأهم أنها جد اقتصادية، بلا بيض بلا زبدة، مع جميع أسرار نجاحها. فخليكم مع الفيديو للنهاية. إلى عجبكم الاقتراح ديال اليوم فالله يجازيكم بالخير. ما تنسونيش أخواتي من لايك للفيديو وتعليق فضلا منكم من باب التشجيع. شاركوا الوصفة باش تعم الفائدة. وإلا كنتم من المشتركين الجدد فألف مرحبا، ضغطوا زر الاشتراك ابوني وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. ونمر مباشرة للوصفة، وبسم الله وعلى بركة الله نبداو. اللي غادي نحتاجو فيها علبة من ياغورت طبيعي بدون سكر من وزن 110 غرام. وصفة اللي هي سهلة مهلة، والأهم أنها جد اقتصادية وكتوجد بسرعة. يعني هاد الوصفة ما كتحتاجش منا واحد الوقت طويل. غادي نضيفو الماء. انا هنا عبرت بالكاس ديال المحلابه، يعني اكثر من نص كاس ديال الماء ديال المحلابه. ولا عبرتو بالكاس ديال العنبه غادي تحتاجو ثلثين الكاس ديال العنبه ديال الماء، والماء دائما غير ديال الصنبور، يعني ما يعادل كاس الا ربع بالقياس للكاس ديال العنبه. غادي نخلطوا هاد العناصر مزيان، وغادي نضيفوا الدقيق اللي يكون نوعيه جيده. غادي نضيفوا الكاس الاول يكون مغربل، وغادي نخلط مزيان هكا بالفوي. ثم غادي نضيفوا واحد الرشيشه ديال الملحه. عندنا كيس من خميره الحلويات من وزن 8 غرام. غنضيفوا الكأس الثاني ديال الدقيق بالتدريج، يعني وحنا تنخلطوا. ممكن كذلك تخلطوا غير بالملعقه الخشبيه، يعني عوض الطراب اليدوي. هنا غادي نكمل كذلك الكأس الثاني. يعني خدات معايا 2 كؤوس ديال العنبه ما عامرينش ديال الدقيق الابيض. وانتم كيبقى دائما على حسب نوعيه الدقيق اللي استعملتو. كيف ما كتشوفوا معايا كيكون هذا هو القوام ديال الخليط ديالنا، يعني ما كيكونش ثقيل وما تيكونش خفيف. انا ممكن يعني تستعملوه مباشره. انا هنا فضلت انني نغطيه ونخليه يرتاح، هو ما فيهش الخميره يعني ديال الخبز، يعني تقريبا واحد 5 دقائق تخليوه غير كيرتاح باش العجينه ديالنا كتطلق، فقط واحد 5 دقائق. وغادي نمر مباشره نعمر به هذا البوش. حتى ما عندكمش هذا البوش ممكن تستعملوا غير البلاستيك العادي، داك الميكا اللي كان ديال المجمد. صافي هنا كنفرغ الخليط العجين ديالنا في هذا البوش هذا. يعني وصفه اللي هي سهله، يعني هنا ما غاديش نحتاجو نطبعوا العجين، يعني وصفه اللي هي كيف ما قلت لكم سهله واقتصاديه وما كتاخذش منا واحد الوقت اللي هو طويل، يعني في وقت وجيز كنحضروها.
صافي هنا غادي نقطع داك البدايه ديال البوش هكا بالمقص، وغادي غادي نوضع الزيت في واحد الكاسرونه، غنخليها حتى كتسخن، ودائما على النار اللي تكون مهيله ما تكونش مجهده، النار مهيله. صافي كنبدا ندفع هكا بالبوش، يعني بيدي كنخدم هكا وكنقطع بالمقص كيف ما كتلاحظوا معايا، يعني الصوره شارحه راسها براسها. وكنبداو نحركوا يعني هنا باش ما كيتحمروش لينا بزاف وكيخلوا لينا واحد اللون هكا موحد. النار كيف ما كنقول لكم تكون مهيله باش ما يتحرقوش. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا من بعد ما خداو هاد اللوين هذا، صافي غادي نهزهم هكا بهاد الشبيكه هذه بهاد الصفايه، تنقطرهم. هما راه ما تيهزوش الزيت، انتما راه غادي تجربوهم، راه ما تيعرف ان والغريب في الامر يعني انهم ما تيهزولناش الزيت، يعني الزوينين. هذا هو اهم، انهم ما تياخذوش معنا، ما تيشربوش داك الزيت، وكيجيو خفافين ولذاذين في نفس الوقت. صافي هنا حيت الكميه الاولى كنعاود نوضع الكميه الثانيه، والنار تكون كيف ما قلت لكم النار تكون عليهم مهيله. صافي تنبدا نحرك. انتما لاحظوا القوام ديال العجين، ما هو خفيف ما هو ثقيل. صافي تنبداو نحركهم لانهم هما راه دغيا كيتلونوا. انا كيف ما انا نسيت ممكن تستعملوا فيهم واحد ساشي ديال الفاني، يعني راه يجيو حتى هما زوينين، ممكن تستعملوا فيهم السكر. انا ما استعملتش، ممكن ديروا فيهم الداخل ملي تكونوا كتعجنوا العجينه تضيفوا واحد معلقه صغيره ديال السنيده، راه تضيفوا واحد الساشي ديال السكر فاني. صافي هنا من بعد ما طابوا كيف ما كتلاحظوا معايا، هنا غادي ناخذ واحد الكميه من السكر السنيده وغادي نضيف ليها سكر فاني، وغادي نرش عليهم هاد المزيج. راه كيجيو ناشفين وما كيشربوش نهائيا داك الزيت، يعني كتحتاجوا غير واحد الكميه الزيت اللي هي قليله اللي كتقليوهم فيها. يعني انا كيف ما كنفضل تاخذوا واحد الكاسرونه اللي كتكون صغيره ومجموعه، يعني ما كتاخذش معكم الزيت بزاف بحال اللي استعملت انا. وهنا غادي نزينهم كذلك بالشوكولات، وكيبقى اختياري، وما كيجيو الصراحه لذاذين بهذا الشوكولات، كيعطيهم واحد المنظر اللي هو جميل. لقمه القاضي او الزلابيه كتجي لذيذه خفيفه، والاهم انها جد اقتصاديه، كتوجد بسرعه وما كتشرب ليناش الزيت. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم وتجربوها. فما تنساونيش اخواتي الله يحفظكم اللايك للفيديو، تقسموا الوصفه مع معارفكم واحبابكم، والا كنتم من المشتركين الجدد فالف مرحبا، ضغطوا زر الاشتراك وفعلوا جرس التنبيهات باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. نخليكم مع تتمه الفيديو، الى اللقاء مع فيديو ووصفه جديده ان شاء الله. نخليكم مع الصور.